مباراة أسعد بالتواجد للتعليق عليها بصراحة، لأنها مباراة تنافسية وقوية جدا. هناك شيء على المحك، الكل يتطلع لتقديم كل ما لديه. مثل هذه المباريات تصبح ذات أهمية كبرى وتفرز اللاعبين الكبار، الشخصيات الكبيرة اللي تظهر في مثل هذه المواقف الصعبة. نتواجد اليوم في ملعب رائع كما تشاهدون الصور، كل شيء مثالي جدا في هذه المدرجات. لا زال هناك الكثير من الأمور التي لم تبح بها المباراة بعد. برشلونة ضد نانت، يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع في المكان الخالي. الخطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها، يسيطر على الكرة والبينية تبحث عن المنطلق. حكم يحتسب رمية جانبية. فرانك ريبيري يملك موهبة خاصة، لاعب تتوقع منه القيام بكل شيء داخل الملعب، لا يهدأ ولا يكل ولا يمل، يقوم بأدوار دفاعية. في الناحية الهجومية ممكن نتحدث بالساعات عن ما يمكن القيام به بسبب سرعته ومراوغاته، واحد من أبرز الأجنحة في عالم كرة القدم. واضح عمل المدرب هنا من خلال هذه التمريرات الجميلة. عمر مرموش، أعتقد مباراة مملة بسبب الحذر المبالغ فيه من الفريقين. هناك احترام لكن اسمح لي القول هذه فرصة، كادت العقوبة أن تكون سريعة هنا. يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. ليونيل ميسي، خطيرة على المرمى، هدف لبرشلونة. يا سلام على قطع الكرة والإنهاء المثالي، هذه الروح والإصرار والعمل الجاد. واضح أن هناك عمل من المدرب بخصوص الضغط البريسنج العالي على الخصم في هذه المناطق من أجل خلق فرص أخطر على المرمى. برشلونة يتقدم في النتيجة الآن. الدقائق المقبلة مهمة جدا الآن، والتركيز مطلوب في كل لحظة من لحظات المباراة. هذه خطيرة، هذه خطيرة، بعيدة تماما عن المرمى. غريبة جدا إضاعة الكرة من هذه المسافة أمام المرمى. أداء مخيب جدا في ترجمة الفرص. في المكان الصحيح، تميز في قراءة اللعب والتحرك لقطع الكرات. نيمار، تمريرة جميلة الآن. فرناندو توريس، هنا تظهر براعة الحارس في الدفاع عن مرمى. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى، كانت محاولة جيدة على المرمى. الركنية الأولى في المباراة. الله على قفزة، يا لها من كرة لكنها في الأخير بعد مجهود رائع جدا. ويليامز لم يكن في المستوى المطلوب في هذه الفرصة، أضاع على فريقه هدف.
مختلفة من الآن. على المدرب أن يكون مستعد بخطة بين الشوطين لتعديل الكفة في الفترة الثانية من اللقاء. ماكيني، سرعة غير عادية ودقة في التمرير، يبعدها عن مناطق الخطورة. قطع رائع للكرة، يبعد الكرة عن مناطق الخطورة. There will be 1 minute added time. فرناندو توريس، مخالفة. هل كانت داخل منطقة الجزاء؟ الآن مع فرصة للتسجيل من منطقة الجزاء. المباريات تتعلق بلحظات مثل هذه. يعود من جديد في هذه المباراة، لعبها بغاية الهدوء. في رأيي أنها لم تكن الطريقة الأفضل، كان فيها شوية مجازفة، لعب الكرة في منتصف المرمى لكن في الأخير تمكن من التسجيل. الحكم ينهي شوط المباراة الأول. شوط أول شفنا فيه تعادل بين الفريقين، كل فريق تمكن من تسجيل هدف. الآن التفكير بين الشوطين سيكون في كيفية أخذ الأفضلية والتقدم في شوط المباراة الثاني. تستأنف المباراة بقرار الحكم. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى، يمر بشكل جميل. يا لها من موهبة، يلعب كرة، الكرة الرأسية، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. داروين يعترف هنا بروعة هذه الإنقاذ، روح رياضية جميلة في الحقيقة. إلى أين هذه التمريرة؟ ويليامز يحاول أن يلعب كرة بينية. هذه هي القوة المطلوبة في هذه المواقف. هرنانديز يحاول إبعاد الكرة. عمر مرموش، بينية رائعة، يشتت الكرة بعيدا. هرنانديز، والتدخل كان حاسم هنا من أجل استعادة الكرة. نيمار، باستوني، خلاص غاب التركيز. كاسياس يتدخل ويبعد الكرة. برشلونة يعتمد اسلوب الاستحواذ المستمر على الكرة، واللي دائما ما يخلق جدالا بين من يرى اسلوب ممل واخر من يرى اسلوب ممتع في كرة القدم. لكن بعيدا عن هذه الاراء الشخصية، نحن نتحدث هنا عن اسلوب يحتاج الى لاعبين بمواصفات خاصة من اجل تطبيقه ومن اجل حرمان الخصم من الكرة. بيرلو يشتت الكرة بعيدا، يستعيد الكرة مرة اخرى، يتخلص من الكرة بعيدا. بيرلو اسطورة لا يحتاج منا إلى تعريف. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. ليونيل ميسي، رائعة هذه الكرة، يستقبل داروين، مر لوحده الآن، نجح في إبعاد الكرة. برشلونة يجب أن نشيد برغبتهم في تحقيق الانتصار بالتأكيد. بعض الأندية لا تغامر في الدقائق المتأخرة من المباراة. ويليامز، أي فرصة ضاعت هنا. بعد أن ضاعت هذه الفرصة ربما يصبح لديك شعور بأنها مباراة اضرب واهرب، مباراة الهدف الوحيد. إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. لعبة جميلة والآن خطيرة جدا.
يشتت الكرة بعيدا. ضغط قوي وينجح في استعادتها. نيمار، ماكيني إلى خارج المرمى. There will be 1 minute added time. يتدخل ويقطع الكرة. توقع ممتاز هنا. ها هي صافرة النهاية.